فيلم فيوريوسا ماد ماكس ساجا هو أحدث أفلام السينما وعالم ماد ماكس، واللي نزل منه فيلم سنة 2015 وكان عظيم جدا. والمرة دي الأحداث قبله علشان كان يعتبر الفيلم ده بريكويل، وقصته عن نشأة شخصية فيوريوسا. على مستوى السيناريو النص الأول كان كويس وقدم الشخصيات بطريقة جيدة جدا، وقدر يقدم لنا ماضي الشخصية اللي شفناها في الجزء اللي فات ونتعرف على قصتها وماضيها المؤلم. لكن الفصول دي كانت مربكة بالنسبة لي لأن الإيقاع مش أفضل حاجة للنوعية دي، وفي رأيي هو أخد وقت طويل في تقديم بعض المعلومات. لكن مع دخول النص التاني الامور بتبقى افضل بكتير، وبندخل في عنصر الاكشن اللي كان مبهر بصريا على مستوى السينماتوجرافي والالوان والازياء والمكياج، وتسلسلات حقيقي ممتعة ومعمول فيها مجهود من المخرج جورج ميلر. لكن مقارنة مع الفيلم السابق فهي اقل منه، وهنلاقي ان المرة دي الامور والتحديات سهلة خالص، ومفيش تعقيدات كانت موجودة في الجزء اللي فات. وانا لما كنت بشوف الجزء اللي فات حقيقي كنت بحس بالخطر على ابطالنا، لكن هنا ما اعتقدش ان ده حصل. لكن القصة تتابع احداثها بقى اسرع، وده اثر بالايجاب والسلب في نفس الوقت. عجبتني لانها قدمت تطور الشخصية بشكل ممتاز، وده الفصل اللي انيا تايلور جوي قدمت اداء رائع، وكذلك كريس هامسورث واللي فاجئني جدا، وده بالمناسبة دور عمره في رأيي. لكن الربع الاخير والختام سريع زيادة عن اللزوم. القصة اتقفلت حلو وبمشهد اكتر من رائع كمان، لكن عارفين احساس اننا خرجنا من ملحمة وتطلع منبهر؟ ده للأسف مش موجود. في المجمل الفيلم كويس جدا ومناسب للسينما جدا، وهتنبهر بالصورة العظيمة. لكن يظل فيوري رود أفضل بالنسبة لي. تقييمي النهائي 7.5 من 10.